السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله غنشوفوا هذه المملحه اللي ما غادي نحتاجوا فيها اليوم لا حشوه لا شحري لا حتى شي حاجه. داكشي اللي عندك باش غادي تعمري. المهم راه سهله سهله بزاف، وما ما فيهاش لقيف ولا العجينه ولا شي حاجه. تبعي معايا المراحل كلها، اكيد غادي تعجبك. المهم هنا غنمشيو للعجينه. عندنا 2 كيسان كبار ديال الحليب، عندنا 2 بيضات، عندنا شويه ديال الملحه، راس معلقه تقريبا، وراس معلقه ديال البزار. وغادي نديرو 2 كيسان ديال الدقيق، واحد 3 المعالق ما بين الزبده والزيت. الزبده بطبيعه الحال دايبه. هذا الكاس الثاني ديال الدقيق راه زدتو وصافي. وكنديروا كلشي نخلطوا كلشي في الخلاط ولا في الهشوار ولا المهم. هنا من بعد ما خلطنا كلشي مزيان، عاد كنضيف هاد الوريقات هادو ديال الربيع، كنضيفهم هكاك صاينين وصافي. وغادي ندوزو دابا لمرحله نطيبوا العجينه. نطيبوا هذا مقله سخونه، وغادي نبدا نطيب بحال الشكل ديال البغرير ولا ديال المهم. غير هذه كتبغي تكون شويه رقيقه. راه دغيا كيوجدوا دغيا دغيا دغيا، عرفتي راه فرمشه العين انتي وجدتي شي هو خطيره جدا. هنا غادي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله، غادي ندوز نصاوب لاصوص بيشاميل. درت معلقه كبيره عامره ديال الزبده، راس معلقه ديال الملحه، وراس معلقه ديال البزار. غادي ندوب الزبده مزيان ونخلط. وغادي نزيد معلقه ونص ديال الدقيق العادي، الدقيق الابيض. درت معلقه ونص حيت بغيتها شويه تجيني عاقده، ما بغيتهاش تكون يعني سائله بزاف، بغيتها تكون جامعه راسها. داكشي علاش درت 2 معالق ونص تقريبا اللي درت في كاس ديال الحليب، كاس كبير ديال الحليب. هاد الكاس هذا باش عبرت انا راه فايت ديال العنبه غير بواحد شويه، ماشي كبير بزاف. المهم تقريبا كاس ديال العنبه. صافي ما كنزقوش من التحريك، كنحركو حتى كنحصلوا على هاد لاصوص هادي. ما تخافوش راه ما يجيكمش دوك التكتلات ولا شي حاجه، راه كيذوبوا. المهم غير مع التحريك راه كتجيكم لاصوص هي هذيك. صافي ها هي واجده، هي راه غادي تبرد وغادي تزيد تعقد. صافي ندوزو للعماره. دابا غنعمرو. هنا غادي ندير واحد المعلقه تقريبا من لاصوص اللي صوبنا، معلقه كبيره تقريبا. هنا درت لا داند فيمي، ولا ممكن لكم تستعملوا الكاشير، وشويه الفرماج ديال الساندويتش، والجبن الاحمر. المهم الجبن راه كيبقى اختياري على حسب المتوفر. وصافي على هذا الشكل هذا. غادي نعاود معكم مره اخرى. راه سهله، ما تحتاج يعني ماشي ما فيها لا تعقيدات لا والو. راه اللي متوفر عندك باش كتعمري راه كيجيو خطيرين جدا جدا. على هذا الشكل هذا. صافي غنكمل معكم الكميه ونتلاقاو المرحله الاخيره. ما تنساش اللي مازال ما مشتركاش في القناه دخلي اختي، مرحبا بيك، وخلي لي واحد اللايك وشي تعليق زوين. شكرا بزاف. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، غادي ناخذ واحد المول ديال الفران، غادي نرشو بشويه ديال الفرماج، وغادي نستف فيه دوك هادو ها هما اللي صوبت. غادي نستفهم كلهم، نحاول نزحمهم وصافي. وغادي ندير شويه ديال الفرماج من الفوق، شويه ديال الزبده طريفات صغار غير باش يعطيوني داك اللون الذهبي. صافي هنا زدت شويه ديال الفرماج، وغادي ندخلهم الفران حتى يتحمروا لينا على هذا الشكل هذا، وبالصحه والراحه.
اللي عجبها الفيديو باقيه معايا حتى لهنا ما تنسيش واحد اللايك، ما تنسيش ضروري 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 ما خسرتي والو. يلا شكرا بزاف، ونتلاقاو فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.